هنا بقى جمهور الفقهاء بيقول ان الزواج من العريس يعني لما يفوض حد يجوز له يجوز. صباح الخير يا فندم. صباح النور. عندك حضرتك فكره الاقي فين انسه غاليه خليل؟ الأستاذة غالية في الفصل ده. اشكرك. اللي هيجوزك ولي امر. انسه غاليه. يا فندم. صباح الخير، انا يحيى تاج الدين صديق ابراهيم. انا اللي معايا توكيل الجواز. نعم. أنت بتعمل هنا إيه؟ وفوده بلغني اجي هنا عشان انسق مع حضرتك. أنا ما وافقتش على الكلام ده، وبعدين هو ما قاليش إنه هيبعت حد، وبعدين ده ما كان شغلي حضرتك. انا اسف بس هو كان قايل لي انه مديكي خبر. ماشي يا إبراهيم، ماشي. ألو. أيوة يا إبراهيم، أنت بتحطني قدام الأمر الواقع؟ أنا ما وافقتش على فكرة لسه. أنت ليه بتعمل كده؟ أنا مش قلت لك عايزة أفكر؟ أنا ما بحبش الطريقة دي يا إبراهيم. استني بس، انا مش فاهم حاجه. هو ايه اللي حصل؟ أنت بعت لي واحد صاحبك بالتوكيل على المدرسة. أنا مش قلت لك عايزة أفكر؟ حصل يا حبيبتي، وانا اديتك اسبوع بحاله. فيعني لما طولت قلت خلاص اما ابعت لها حد بالتوكيل عشان اضغط عليها. يا حبيبتي ولا ضغط ولا حاجه، انا قلت بدل ما اضيع وقت يعني اعمل التوكيل واديه ليحيى، مش اكتر من كده. طبعا، ما انت معتبر ان انا كده كده هوافق، مش انا معيوبه وانت عريس ما تتعوضش، فخلاص بقى. يا غاليه ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا لا، اكيد مش قصدي كده. يحيى ده انتيمي صاحبي، وانا بعته عشان يتعرف عليكي، مش اكتر من كده. والله مش قصدي حاجه تانية. طيب انا مش عايزه اتكلم دلوقتي يا ابراهيم. يا حبيبتي انا اسف لو فهمتيني غلط، حقك عليا. اقفل لو سمحت. يلا سلام. ايه ده يا فوده؟ انت بقيت تتهزق. تتهزق ايه بس؟ انا مش قصدي والله، هي بس اتفاجئت بيك وما عرفتش تتصرف. يعني ايه اتفاجئت؟ انت مش قلقان هقابلها؟ يا يحيى انا قايل لها، بس هي موضوع التوكيل ده عامل لها مشكله. بقول لك ايه يا فوده، انت عارف انا اخوك وبخلص لك كل اللي انت عايزه، بس شيلني من موضوع الجوازه ده. يعني انا اجيب لك شقه، اخلص لك عربيه، انما جواز. يا يحيى انت صاحبي الوحيد في مصر وماليش غيرك، في ايه؟ حبيبي وصاحبي وتاخدني على البارد. والله العظيم لولا موضوع رجلك ده ما كنت دخلت في الجوازه دي اصلا. يا عم انت صدقت رجلي ايه؟ ما انت عارف اللي فيها. انا كدبت وقلت الكلام ده عشان مش هينفع اني اخد اجازه من الشغل. انت عارف كويس جدا الاجازه دي ممكن توقف عليا بكام. الله، وانت تكذب عليا ليه يا ابراهيم؟ انت مش مفهمني ان انت فاهم على كل حاجه وموافقه؟ يا يحيى انا مفهمها على كل حاجه. بقول لك ايه، سيبك من كل الكلام ده، قول لي بس يا حلوه ولا فلاتر؟ انا في ولا في يا ابراهيم؟ يا عم خلاص بقى، انا اللي غلطان يا سيدي. المره الجايه دي هتروح تقعد مع باباها كده في الصاله معزز مكرم. ايه رايك؟ بلاش انا يا ابراهيم والنبي. يا يحيى يا حبيبي، انا كل اللي عايزه منك امضى وخلاص. يا اخي صاحبك وفي محنه، مش هتقف معايا يعني؟ ماشي. قول لي بقى، حلوه ولا ايه؟ حلوه والله العظيم حلوه، قرفتني في عيشتي. لو ممكن حضرتك تحركي عربيتك موقفه الصف وراكي. وانا مش هتحرك من هنا غير اما احط بنزين، واديني قاعده اهو. ما هو لا يا ابني خلينا نخلص. نخلص؟ هو انا قاعده فوق راسك؟ قله الذوق دي. باي. اهلا وسهلا يا ابني، نورتنا. اهلا بيك يا عم، ده نورك. يحيى ده يا عمي اقرب واحد ليا وصديقي جدا، ونعرف بعض من 7 سنين تقريبا، واكتر واحد بثق فيه. اهلا وسهلا، شرفت يا ابني. شرف مقدرك يا عم. وحضرتك برضو مهندس زي الباشمهندس ابراهيم؟ لا يا فندم، انا خريج علوم الحقيقه وشغال في شركه بترول هنا في مصر. بترول؟ ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يكرمك يا ابني ويقويك. اشكرك يا عم. ربنا يخليك. تعال مريم. تعالى، دي بقى مريم، تبقى اخر العنقود. اهلا بيك. ومرات عماد. انا عماد جوزها وده علي ابننا. ربنا يخليهولك. اهلا بيكم. في الحقيقه انا وصل لي التوكيل الحمد لله من يومين، وقدامي كام يوم كده واوثقها من الخارجيه ونبقى جاهزين لكتب الكتاب. طب عال قوي، دي اخبار جميله. على فكره لو عوزت اي حاجه من الخارجيه انا ليا اصحاب كتير هناك، ما تتكسفش، قول على طول. ها طبعا اكيد طبعا. بص بقى يا عمي، انا مدي ليحيى فلوس بزياده عشان طبعا العروسه تجيب الشبكه اللي هي عايزاها وتجيب كل اللي هي عايزاه. يا ربنا يا ابني يتمم بخير. انا بس كان نفسي تبقى موجود معانا هنا، كنا نعرف نضيفك. والله وانا كمان يا عمي، بس نعمل ايه بقى؟ الحمد لله، ربنا يقويك يا ابني. الايام جايه كتير باذن الله. بص بقى يا عمي، ان شاء الله بعد كتب الكتاب هيكون يحيى خلص الورق بتاع غاليه كله عشان تجيلي، واول ما توصل لي ان شاء الله قريب جدا هتلاقيني باعت لكم تذاكر عشان تجوا لنا بقى.
احنا لازم نتعرف على بعض، احنا بقينا عيله ولا ايه؟ اه طبعا، امال ايه؟ احلى عيله يا باشمهندس. طب ما تسمعينا زغروطه يا مريم. الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا نسا غاليه. الله يبارك فيك. ياه، الف مبروك يا غاليه. انت مش متخيله انا مبسوطه قد ايه. ربنا يتمم لك على خير. الله يبارك فيك يا حبيبتي. ايه ده؟ انت مالك بتقوليها من غير نفس كده ليه؟ انت عارفه انا لو مكانك كنت هبقى طايره من الفرحه. مالك في ايه؟ نور، تفتكري ابراهيم اختارني ليه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ اختارك عشان بيحبك وعشان انت بنت ناس وزي القمر. ده تلاقيه ما صدق اصلا ان انت وافقتي. ايوه بس ازاي حبني قوي كده من غير حتى ما يشوفني لدرجه انه يضحي؟ غاليه يا حبيبتي، في رجاله ما بيفرقش معاها موضوع الخلفه ده. وبعدين يا ستي هو موافق، انت بقى اللي هتشتكي. طيب نفرض في يوم حب يخلف، ليه يربط نفسه بواحده شايله الرحم؟ هو انت شايله بمزاجك يا غاليه؟ انت كنت تعبانه والحمد لله ان ربنا نجاكي. وبعدين الراجل ما اعترضش. انت ليه بتعقديها كده؟ ما تستقليش بنفسك يا غاليه، ولا تفتكري ان انت ناقصك حاجه. ربنا زي ما بياخد زي ما بيعوض. مش يمكن ابراهيم ده هديه ربنا ليكي؟ انتي بتستهبلي يا نور. مش احنا متفقين نروح مع بعض؟ دكتور سنان ايه بقى اللي ظهر دلوقتي؟ يا بنتي مريم ابنها سخن وقاعده معاه، وبابا قال لي انا ما بفهمش في الحاجات دي. هقعد انا لوحدي مع الراجل؟ ماشي خلاص، متشكره، سلام، يلا باي. انا اسف جدا على التاخير، معلش. هو ميعادنا كان الساعه 4. معلش انا عاده مواعيدي مظبوطه قوي، بس كان عندي شويه مشاكل في البنزين، انا اسف. طيب حصل خير. اتفضلي اتفضلي. بعد اذنك. اتفضل. اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا وسهلا. حضرتك بتدوري على حاجه معينه؟ انا كنت عايزه اشوف التوينز لو سمحت. الف مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. دي اخر تشكيله عندنا. حلو. ده حلو صح؟ يبقى شيك على حضرتك جدا. ايه راي حضرتك؟ شيك. في تشكيله تانية لو حضرتك عايزه تتفرجي. ممكن اشوف. هنزله. شكرا. حاسه ده احلى واحد، زي اكتر واحد مناسب ليا. يعني انا ما بفهمش في الحاجات دي قوي، بس شيك، شكله شيك. يا حبيبتي. الو. ايوه يا ابراهيم، انا دلوقتي عند الجواهرجي بنقي الشبكه. طب كويس جدا. بقول لك ايه، عيشي، عايزك تنقي كل اللي انت عايزاه. انت شاوري بس، ويحيى هيحاسب على كل حاجه، انا مظبط معاه. هو مش يحيى معاكي؟ يحيى قدامي اهو. هي هيما انا هنا. ازيك يا يحيى؟ طيب افتح دلوقتي الكاميرا كده اوريك. انا اخترت توينز كده، عايزه اوريها لك. حبيبتي مش هينفع، انا بس جالي تليفون مهم جدا من الشغل ولازم ارد عليه. هخلص واكلمك، ماشي؟ خلاص ماشي، هكلمك لما اخلص. باي يا ابراهيم. ايه راي حضرتك في التشكيله دي؟ انا رايي يا غاليه انك تختاري حاجه من الكولكشن ده كمان. براكتيكال تقدري تلبسيها كل يوم، الشبكه برضو بتلبس كل يوم يعني. انا بعزف كمان، مش هقدر البس دول على طول يعني. مش عارفه انهي واحد. ايه رايك في ده؟ ما شاء الله، خطيب حضرتك ذوقه راقي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله إني توكلت على الله وزوجتك موكلتي الآنسة البكر الرشيد الآنسة غالية خليل محمد عبد الله على سنة الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله. تفضل حضرتك. إني قبلت زواج موكلتك الآنسة البكر الرشيد غالية خليل محمد عبد الله
غالية خليل محمد عبد الله. إلى موكلي إبراهيم فودة عبد الله فرغلي. على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والحضور شهود. استنى يا شيخنا، الله يبارك لك. معلش العريس طار بس. معلش اصل هو اونلاين بس. رجع تاني الحمد لله. قولوا جميعا: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما. بقول لك يا مولانا، انت خلص المراسم والاجراءات بتاعتك الحلوه دي، وناخد احنا بقى نكمل البيانات اوام عشان ما نعطلش الناس. يلا مولانا يلا. مبروك يا روح قلبي، انا قرصك وربتك بقى. بقول لك ايه، ما تيجي نقوم نرقص؟ نرقص ايه بس؟ بعدين. الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا ابراهيم. الله يبارك فيك يا عمي، تسلم لي. مبروك يا هيما. حبيبي يا ابو يحيى، تسلم لي يا رب. حياتي مش هتقولي مبروك ولا ايه؟ انا هستأذن الله، ما انت قاعد شويه. الف مبروك. لسه هناكل لقمه كده. معلش انا مضطر امشي، معلش. اشكرك. الف مبروك. تعبناك معانا يا ابني. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. مبروك. مع السلامه يا ابني. مع السلامه. مع الف سلامه. انا مش مصدقه ان هو ده اللي اتخانقت معاه في البنزينه. شفتي بقى، عشان تبطلي تتخانقي مع الناس. طب بقول لك ايه، يلا نقوم نرقص. ما تشغلينا حاجه نرقص عليها، احنا في فرح يعني. اكيد طبعا، ده انا هخربها لكم. يلا ايه بس يا بنتي؟ يوه، لا بلاش تعمليها دلوقتي، بلاش يا زفت. أنيسة غالية، العربية مش عايزة تدور. طب ثانية واحدة. افتحي لي الكبوت بس بعد إذنك. بلاش تبهدل نفسك. لا هو مفيش بهدله ولا حاجه، بس هي للاسف مش هتدور لان سير الكاتين هتقطع ولازم يتغير. بجد؟ صحيح، هو انت قلت لي انت بتشتغل ايه؟ مدير بنزينه، بس عشان بحب العربيات فبفهم فيها كويس قوي. زي صاحبك يعني؟ لا، ابراهيم بيحب شكل العربيات من بره بس ما يعرفش حاجه من جوه خالص. اتفضلي اوصلك. طب والعربيه؟ اول ما اوصل البنزينه هبعت حد يصلحها. اتفضلي. ماشي. اجيب الكلارينات بس معلش. اتفضلي. معلش. ما تنسيش تقفلي الازاز بس. طبعا بجيب المفتاح وكله. مش ناسي حاجه؟ ايه ده؟ شبكه. شكرا، متشكره والله، مش عارفه اقول لك ايه. معلش. الله، انت بتسمع محمد فوزي؟ هو في حد ما يسمعش محمد فوزي؟ ايوه طبعا، في ناس كتير ما بتسمعوش. لا دي ناس ودانا بايظه مالناش دعوه بيهم. اوعى تكوني منهم. لا طبعا انا بسمعه. انا قلت برضه فنانه يعني وكده. انت عارفه ان ابراهيم ما قاليش انك بتلعبي كلارينات؟
كان طول عمري عندي حلم كده ان انا اتعلم آلة من الآلات هيتسليني وانا لوحدي يعني. بس للاسف بابا الله يرحمه بقى كان بالنسبه له الموسيقى دي حرام. خلي بالك احنا خلاص وصلنا. اوكي. البيت قدام شويه اهو. طيب وليه ما تتعلمش دلوقتي الآلة اللي كان نفسك فيها؟ لا خلاص بقى كبرت وما بقاش في وقت. يعني كويس ان انا مستمع للموسيقى، يعني انا مستمع جيد جدا يعني. لعلمك انا بابايا ما كانش موافق خالص في الاول على موضوع المزيكا ده وما كانش مقتنع، بس انا ركبت دماغي وفي الاخر عملت اللي انا عايزاه. يبقى واضح ان انا استسلمت من اول قلم يا انسه غاليه. بلاش يا انسه دي، قولي غاليه على طول. حاضر. انا عايزه اتاسف لك بجد على اللي حصل مني اول يوم. معلش انا كنت متعصبه وخرجت عن شعوري. انا اسفه. لا ما جراش حاجه، انسي الموضوع اصلا. طيب يلا سلام. مع السلامه. الف مبروك. الله يبارك فيك. ما تنسيش الشبكه المره دي بقى. لا ما كانش له لزوم كل ده، كفايه تعبك معانا. مفيش تعب ولا حاجه، ودي كلها حاجات بسيطه. اقعدي بس اقعدي. خدي بالريق. شكرا. أنا آسفة جدا والله إن أنا صحيتك في نصاص الليالي كده، أصل كنا لوحدنا في البيت وعماد ما كانش موجود وكان تليفونه مقفول، فأنا أحدثت ومعرفتش أتصرف إزاي. آسفة عليا يا غالية، أنت الكلام ده فعلا بيضايقني. المهم دلوقتي إن إحنا نطمن بس على الحاج. يا رب إن شاء الله يا رب. خدي كل حاجة. شكرا بجد، يعني تعبتك معايا. روح أنت دلوقتي وأنا بكرة إن شاء الله هعدي عليك وأجيب لك فلوس المستشفى. فلوس إيه اللي بتكلمي عليها دلوقتي؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ فلوس أي وقت مش مشكلة، خلينا بس نطمن على الحاج وخلاص. اصل انا نزلت من البيت بسرعه مخضوضه كده وما خدتش حاجه معايا غير الموبايل. وانا مش عايزك تتخضي اصلا، كلمت الدكتور وقال لي انه خلاص بقى كويس، هو كمان شويه هيطلع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يعمل فيه الخير. لا اله الا الله. عمي خليل ماله مرمر؟ كنت فين؟ انا كنت بلعب 10 دومن على قهوه بعدين ندهوا. تليفونك مقفول ليه؟ انا بقالي 5 ساعات مش عارفه اوصلك. وكتاب الله كان فاصل شحن، بس انا اول ما عرفت جيت على طول. طمنيني على عمي خليل الله يكرمك، هو كويس؟ ولما انت على القهوه مش حنتش تليفونك ليه؟ بابا كان هيروح مننا لولا ان احنا لحقناه وجينا جري بيه على المستشفى. معلش يا حبيبتي، كان القهوه ما فيهاش شاحن رفيع فكنا بندور على شاحن، هي المحاكمه على الشاحن ولا بنطمن على صحه الراجل قبله. انا كنت هعرف منين يعني ان هو هيتعب يا مرمر؟ المهم الراجل كويس، طمنيني. كويس الحمد لله، الله يريح قلبك. بس غاليه برضك ما بتغلبش اهو ما شاء الله عليها، يعني اول ما عمي تعب كلمت استاذ يحيى جه على طول. انت كنت عايزه تعمل ايه؟ الراجل كتر خيره جه جري وقعد معانا ومش عايز يسيبنا غير لما يطمن على بابا. ايوه كتر خيره طبعا. امال راجل جدع، لا رجوله. ما ينور يا استاذ يحيى. اهلا بيك. عايش تعبناك معانا بقى. لا تحت امرك. يلا يا بابا. يلا حبيبي. مفيش بابا كويس. بالراحه بقى على عنك تعالى يا عم تعالى. الحمد لله على السلامه. شكر يا ابني، ربنا يكرمك. طبعا. تعالى يا عم خليل عنك انت يا استاذ يحيى. تعالى يا عم خليل على مهلك، الف سلامه. اتفضل. حسب الرصيد حسب الرصيد. خضتنا عليك والله. شكرا. الحمد لله. شكرا يا استاذ يحيى. شكرين يا ابني. شكرا قوي والله، مش عارفه اقول لك ايه. لا مفيش حاجه، المهم بس نطمن عليه. الحمد لله. الحمد لله. ولو احتجتي اي حاجه انا موجود، كلميني في اي وقت، ما تقلقيش. كفايه قوي كده والله، يعني عطلناك عن شغلك وعن بيتك، وزمان المدام دلوقتي قلقانه. لا ما تقلقيش، انا مش متجوز. بعد اذنك اتفضلي. ازيك يا يحيى، عامل ايه؟ اهلا بيك يا غاليه، ازيك؟ دي مصاريف المستشفى، وبجد انا متشكره جدا واسفه اني تعبتك معايا. مفيش تعب ولا حاجه، بس ليه الاستعجال؟ ما تستني لما نطمن على الحاج وبعدين تديني فلوس. لا معلش، هو بابا بقى كويس وبعت لك السلام كمان. الحمد لله. طيب طمنا عليه. برضه ما كانش في داعي انك تيجي لحد هنا عشان الفلوس، انا مش هطير يعني. انا قلت لي يعني ابص على العربيه كمان، يعني لو اقدر اخدها النهارده. هتاخديها النهارده، هتاخديها. ها يا زايد، قدامنا قد ايه؟ قيمة نص ساعة استاذ يحيى اكون خلصت. طيب تعالي نشرب القهوه في المكتب عقبال ما نخلص يكون هو خلص. طب ماشي. معلش ثواني يا يحيى، معلش. الو. خدي وقتك. ايوه دكتور. غالية، أنا عارف النهاردة الجمعة، بس نوع حصل لها ظرف واللجنة بتحاول تجيب حد من بره الفرقة. أنا أقنعتهم إن هم يستنوا ويدوكي فرصة تانية ويسمعوكي، عشان كده أنا عايزك تجيلي حالا المسرح، ما تتأخريش. بجد؟ طب أنا نص ساعة بالظبط وأكون عندك.
نص ساعة أيوه. شكرا ميرسي، شكرا، مع السلامة، شكرا. يحيى يحيى ايه حاجة جرى حاجة؟ لا الحمد لله كله كويس. أنا محتاجة بس أروح بسرعة دلوقتي، أنا لازم نص ساعة وأكون هناك في المسرح. في ايه؟ أنا مش فاهم حاجة. أصل أنا خلاص ممكن احتمال يعني إن شاء الله أكون في الفرقة الأساسية. طيب ده خبر حلو. أيوه العربية مالها؟ لا العربية ما ينفعش تطلع دلوقتي. لا مش هينفع. طب شوف لي تاكسي، شوف لي اوبر، كلمني اي حاجه والنبي. هنتصرف يلا بسرعه يلا بسرعه. يا ايه؟ كلارينات مش معايا. مالها؟ في البيت؟ لا مش في البيت. امال فين؟ عم شفيق، يا عم شفيق. طب انت متأكدة ان في حد يوم الجمعة؟ ايوه طبعا، عم شفيق بيبقى هنا يوم الجمعة. يا عم شفيق افتح، عايز اجيب حاجة من جوه. بس هو واضح ان مفيش حد. هو المفروض يبقى موجود، انا لازم اجيب الكرانيات بتاعي. يا عم شفيق. يعني انت متأكدة ان شفيق بيجي يوم الجمعة؟ ايوه والله. يا شفيق هعمل ايه؟ انا كده مش هينفع اروح، هعمل ايه دلوقتي؟ هتلحقي. انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ مش بقولك هتلحقي؟ حاسب طب بالراحه. ايوه يا دكتور. انت فين يا غاليه؟ اللجنه قربت تمشي. ارجوك بس خليهم يستنوني 10 دقايق 10 دقايق واكون عندكم عشان خاطري والنبي. طب اتفضلي يلا. ماشي متشكره، شكرا، متشكره جدا. سكي هي دي صح؟ ايوه هي دي. يا ابوي بس انا كويس يلا. مبروك يا غاليه، انا كنت متاكد انك هتبهريهم. شكرا بجد، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه يا مايسترو. ما تقوليش حاجه، ده حقك ان انت تبقي في الصف الاول، انت كنت هايله في البروفات اللي فاتت. بجد انا متشكره قوي. غاليه انا عايزك تركزي الفتره اللي جايه دي، انا مراهن عليك قدامهم كلهم وعايزك تشرفيني. ان شاء الله هكون عند حسن ظن حضرتك. ان شاء الله. مايسترو شكرا. سلام باي. ايه ده يحيى، انت لسه هنا؟ طبعا. عايزاني بعد كل التوتر ده امشي من غير ما اعرف النتيجه؟ ده انا واقف مش على بعض. عملت ايه؟ طمنيني. اتقبلت خلاص، هعزف معاهم في الفرقه، هعزف في العرض. انا كنت متاكد، والله العظيم كنت متاكد. يس. ايه ده وانت رجلك لسه بتوجعك؟ سيبك من رجلي، المهم ان انت طالعه في العرض. يلا خلينا نهتم. يحيى مش عارفه اقول لك ايه، لازم نروح دكتور دلوقتي. دكتور طبعا، ده مجرد لويه بس. يلا مبروك. وصلنا. انا مش عارفه اشكرك ازاي بجد على كل اللي عملته معايا النهارده، وعلى العصير وعلى كل حاجه. هالي كفايه شكرا بقى، قلت كتير قوي من الصبح يعني. ما هو بصراحه يعني جمايلك كترت قوي، تقلت يعني. انا مش عارفه اعمل ايه معاك بجد. كفايه النهارده لولاك ما كنتش هتقبل. جمايل ايه بس؟ انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته اني وصلتك، وموهبتك وعزفك هو اللي خلاكي تتقبلي. هو انت ازاي كنت واثق كده ان انا هتقبل النهارده؟ انت عارف انا اترفضت كام مره قبل كده؟ هو يعني انا شايفك حد موهوب جدا بصراحه، الشغف اللي شفته في عينيكي واحنا في العربيه حسسني انك مش ممكن تضيعي الفرصه دي من ايديكي. شكرا. مش اتفقنا؟ فعلا. خلاص انا اسف. انا مبسوط لك جدا يا غاليه بجد، وفخور بيكي كمان. انت حد مبهر، وانا متاكد ان ابراهيم هيتبسط قوي لما يعرفك اتقابلتي. طبعا اكيد. طيب انا هنزل بقى. سلام. معلش ممكن اسيب ده؟ معلش. سلام. باي. سلام. تعالي بس تعالي. اعتبري دي الجايزة الذهبية. معلش احنا بنزينة بقى. مبروك عليكي، ده من النوع الغالي العلم، مش اي كلام يعني. اخيرا ضحكتي.
يا باي. ايه في ايه؟ هو انت ازاي انت وابراهيم صحاب؟ انا بحس ان انتوا مش شبه بعض خالص. هو لازم اصحابي يبقوا شبه بعض يعني؟ لا بس انتوا يعني شخصيتكم غير بعض خالص. يمكن عشان كده هو في الكويت وانا في القاهره. ابراهيم مش عايزني احضر العرض، عايزني اسافر على طول. ايه ساكت ليه؟ مش عارف اقول لك ايه. قول لي ان هو غلطان واناني وان انا ابقى عبيطه لو سمعت كلامه. لا اقدر اقوله لك، ابراهيم ممكن يكون مدب شويه وصوته عالي، انما هو طيب. وهو بقى عشان طيب انا لازم اتخلى عن احلامي كلها؟ غاليه انت عارفه كويس قوي ان انا ايا كان هقول ايه انت هتروحي الاختبار. مفيش داعي اقول رايي، يعني ملوش لازمه. هو انت ليه طول الوقت محسسني ان انت تعرفني من زمان مع ان احنا ما اتقابلناش غير كام مره؟ مش فاهم. يعني ليه طول الوقت بتحسسني ان انت فاهم انا هعمل ايه؟ انت فاهم دلوقتي ان انا هروح المسرح وقبل كده كنت فاهم ان انا هتقبل. ليه انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه، انا بقول اللي انا حاسه. اسف لو كنت ضايقتك بطريقتي، انا ما كانش قصدي. طب استنى يا يحيى، معلش انا اسفه، انا متعصبه ومتضايقه قوي. معلش جت فيك انت بقى. طب تعالي معايا. اجي فين؟ مش انت عايزه تخلصي من كل الغضب والزعل اللي جواكي ده؟ اه. تعالي بس. اجي فين بس؟ تعالي. انت واخدنا على فين؟ تعالي بس تعالي. اوعدك هتنبسطي، استني. هتنبسط ايه بس؟ حاسبي رجلك. انت مجنون بجد؟ المكان ده انا باجيه لما ابقى في حالتي كده، مش طايق نفسي ومش طايق اشوف حد. اكتشفت بالصدفه وانا بتمشى. شايف المحل اللي هناك ده؟ دول من احسن الناس اللي بتعمل فخار في مصر. بس لو اي حاجه طلع فيها اي عيب صغير بيرموها هنا. رزقي. انت قصدك ان اي حاجه بايظه ارميها ورا ظهري؟ لا طبعا، ايه العمق ده؟ الموضوع ابسط من كده بكتير. تمسكي العصايه كده وتيجي على فخاره مثلا زي دي. جربي. بغل طلعي كل اللي جواكي. يلا. تاني. ايوه التانية دي يلا جربي تاني. برافو. حاسه احسن صح؟ شويه نكمل. هو انت اتجوزت قبل كده؟ اتجوزت. طب سبتوا بعض ليه؟ لا هو احنا ما سبناش بعض، هي اللي سابتني. ماتت. الله يرحمها. انا اسفه جدا، انا بجد ما كنتش اعرف. ما تاسفيش حاجه عدت عليها وقت طويل قوي. شكرا بجد ان انت جبتني. عفوا. اعتبري الخرابه خربتك. تعالي اي وقت فيش غلك في كل فخار انت عايزاه. انا اصلا مش همشي من هنا دلوقتي غير لما اكمل تكسير كل الحاجات دي. هو مش النقطه انك تكسري كله، النقطه انك تهدي. اول ما تحسي انك هديتي وقفي.